السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم مهندس أحمد من قناة تعلم معنا، وفي الفيديو ده إن شاء الله هقولك طريقة الإيداع في حساب صندر من خلال مكنة فوري. كل المطلوب منك إنك تصلي على النبي وتركز معايا. أول خطوة إن أنت هتدخل على المحفظة، وبعد كده تضغط على إيداع، وبعدين تختار الجنيه المصري، وبعدين دفع فوري. تمام. بعد كده بقى هتدخل المبلغ اللي أنت عاوز تعمل بيه إيداع. هنفرض مثلا إن هو 100 جنيه. طيب زي ما انت شايف كده ان هو بياخد على كل 100 جنيه 90 قرش، وبيقولك ان انت ممكن تعمل ايداع ب100 ألف جنيه. بس طبعا مش هينفع تعمل ايداع بمكنة فوري 100 ألف جنيه. فلو حبيت تعمل ايداع ب100 ألف جنيه فهتروح فرع فوري. تمام، فرع فوري بلس. تمام. بعد كده هتقول له ارسال التفاصيل، هيديك بقى رقمين اللي هو كود معاملة فوري ورقم التاجر. تمام. بعد تعمل ايه بقى بعد كده؟ كل اللي عليك ان انت هتاخد سكرين شوت عشان تحتفظ بالارقام دي وتخلي السكرين دي معاك. ماشي. بعد كده تعمل تأكيد، وبكده شغلك على الابليكيشن يكون خلص. نيجي بقى نشوف هتعمل ايه عند مكنة فوري. اول ما تروح عند السوبر ماركت او الشخص اللي هو عنده مكنة فوري، هو غالبا مش هيبقى عارف هو يعمل ايه. فانت هتقول له بقى تعمل ايه. هتقول له اختار طريقة الدفع بكود خدمة. تمام. بعد ما يختار طريقة الدفع بكود الخدمة، هتدخل له كود الخدمة. كود الخدمة ده اللي هو ايه؟ اللي هو رقم التاجر اللي احنا خدناه في السكرين شوت، اللي هو 76402. الرقم ده ثابت لكل الناس بتاعت فوري. تمام. 76402. اول ما تدخل الرقم ده وتضغط موافق، بعد ما تضغط موافق هيظهر معاك شركة صندر زي ما انت شايف كده. لو كلمة صندر دي ظهرت معاك يبقى انت كده ماشي صح. هتدخل ايه بقى؟ هتدخل هنا 3 ارقام. ادخل رقم العملية. رقم العملية ده اللي هو ايه؟ اللي هو كود معاملة فوري. كود معاملة فوري ده اللي هو اول رقم في السكرين شوت اللي انت واخدها. تمام. وهتدخل الرقم ده تاني في الخانة التانية اللي هي قاعد تدخل رقم العملية. بعد كده هتدخل رقم البطاقة بتاعتك، عشان كده لازم تاخد البطاقة بتاعتك، البطاقة الشخصية وانت رايح. وبعدين تضغط على موافق. بعد ما تضغط على موافق هتختار طريقة الدفع. اختار طريقة الدفع ديت. هتختار بقى لو انت هتدفع نقد او بالدفع بالكارت. تمام. احنا غالبا هندفع فلوسنا كاش يبقى بالنقد. وبعد كده هتطبع الكارت. بعد ما تطبع الوصل، خلي الوصل معاك او صوره على التليفون، لان ساعات بيحصل مشكلة في تأكيد الطلب. ففريق الدعم بيطلبوا منك، فانت صور الوصل واحتفظ بيه على التليفون لحد ما الفلوس تسمع في حسابك. طب يا باشمهندس احمد، الفلوس هتسمع امتى؟ الفلوس بتسمع بعدها ب24 ساعة عمل. مش يعني مثلا لو انت عملت ايداع يوم الخميس بالليل هتضطر تستنى الجمعة والسبت على ما الايداع يتأكد يوم الاحد. تمام. فهو بتتحسب من ساعات العمل. بعد 24 ساعة عمل الفلوس بتسمع في حسابك. طب لو ما سمعتش، انت هتتواصل مع الدعم وتبعت لهم صورة الوصل اللي انت صورته، وهم هيتكفلوا بالباقي. الفيديو الجاي ان شاء الله هيكون عن طريقة الايداع من خلال ابليكيشن فوري اللي موجود على التليفون، ومن خلال مكنة ATM اللي فيها فوري. اول ما اخلص الفيديوهات دي هتلاقي لينك الفيديو موجود في وصف الفيديو اللي انت بتتفرج عليه ده. قبل ما تقفل الفيديو ما تنساش انك تصلي على النبي وتعمل لايك واشتراك في القناة لو انت حابب تعمل كده. سلام.